المرجو الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. أعزائي المشاهدين، تحياتي لكم. قصة منتخب المغرب لأقل من 20 سنة في مونديال تشيلي من الحلم للمجد. منين كنهضروا على كرة القدم المغربية كنقولوا دايما باللي المجد ما كيتصنعش في النهار، ولكن كيتبنى بالعمل، بالصبر وبالإيمان. وهذه القصة ديال جيل صغير مازال ما وصلش ال20، ولكن قلبه كبير بحال جبل الأطلس. جيل ما خافش، ما تراجعش، وقرر يكتب التاريخ من أبعد نقطة في العالم، من تشيل. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة دخل كاس العالم للشباب، والناس بزاف ما كانوش متوقعين يوصل بعيد. قالوا التجربة قليلة والمجموعة صعيبة والمنافسين كبار، ولكن الأشبال جاوبوا بالفعل، ماشي بالكلام. من أول ماتش بينوا للعالم شنو معناها تلعب باسم المغرب. البداية من إفريقيا. القصة بدات بطولة إفريقيا للشباب في المغرب، دار أداء زوين بزاف وتأهل بجدارة للمونديال. المدرب ديالهم كان مؤمن بالجيل وكان كيركز على اللعب الجماعي والروح، وقالها هذه الأولاد عندهم عقلية الفوز وما كيعرفوش الخوف. وفعلا منين مشوا لتشيلي بان باللي هذا الجيل عنده حاجة مختلفة، عنده شخصية. دور المجموعات، البداية ديال الإبهار. المقابلة الأولى كانت ضد منتخب من أمريكا الجنوبية، وكل شيء كان كيتوقع الهزيمة، ولكن المفاجأة وقعت. المغرب ربح وبأداء عالمي. الصحافة اللاتينية كتبت عليهم الأسود الصغار باغيين ياكلوا المونديال. الماتش الثاني كان ضد منتخب آسيوي منظم بزاف. الأشبال تأخروا في سكور، ولكن بالإصرار داروا ريمونتادا في الدقائق الأخيرة وتعادلوا بهدف زوين بزاف من مهاجم خريج أكاديمية محمد السادس. المقابلة الثالثة كانت الحسم ضد منتخب أوروبي قوي، والكل كان داير الحساب ليه، لكن المغرب دار عرض خرافي وربح ب3-1 وتأهل في المرتبة الأولى ديال المجموعة. من ثم بدأ الحلم كيكبر والعيون كلها ولت على المغرب. 8 طريق المجد. في دور الثمن الأشبال واجهوا البرازيل. الناس قالوا هنا غادي يسالي الحلم، ولكن المنتخب المغربي ما سمعش لهضرتهم ولعب أحسن مقابلة دياله في التورنوا. الدفاع كان حديد والحارس تألق والمهاجمين ما ضيعوش الفرص، وفي الدقيقة 87 هدف صاروخي من بعيد دخل الشباك. المغرب 1 البرازيل 0. الفرحة كانت مجنونة. التاريخ كتب أول سطر ذهبي. وفي الربع جاء الدور على فرنسا، المنتخب الأوروبي العملاق. ماتش نار من الأول حتى الآخر، انتهى بالتعادل 1-1 ومشى لضربات الجزاء. الحارس المغربي كان البطل، تصدى لضربتين والمغرب تأهل لنصف النهائي. الصحف الأوروبية بداو كيكتبوا جيل مغربي ذهبي قادم. نصف النهائي، الحلم كيكبر، ولكن المغرب دافع برجولة وصبر حتى جات الدقيقة 60. واحد الكرسين تمريرة من الجناح الأيمن ورأسية عالمية في الشباك. من طنجة للعيون ومن فاس الوجدة، الشوارع تلون بالأعلام، الناس كيغنيو كيبكيو من الفرحة. المغرب في نهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. النهائي الكبير، المغرب ضد الأرجنتين. اليوم الأشبال غادي يدخلوا للتاريخ. قدامهم الأرجنتين، مدرسة كروية كبيرة وعندها نجوم في كل مركز، ولكن المغاربة ما جاوش باش يتفرجوا، جاو باش ينافسوا. المدرب قالها بوضوح، احنا ما بقيناش نحلموا، اليوم جينا نكتبوا التاريخ. كل شيء مستعد، الجمهور، اللاعبين، حتى السما المغربية كتحلم بالنصر. العيون في التلفاز، القلوب كتدق بسرعة، والملايين كتصلي باش يشوفوا العالم المغربي مرفوع في السماء. جيل ديال الذهب. هذا الجيل ماشي صدفة، هو ثمرة ديال سنين ديال العمل والأكاديميات المغربية
اللي بدات تخرج لاعبين عالميين. من أكاديمية محمد السادس خرجت أسماء كتسحر الكرة كيحلموا باللعب مع المنتخب الأول وبتمثيل المغرب في المونديال الكبير. الجيل هذا كيبين أن المستقبل ديال الكرة المغربية مشرق بزاف. من الشيلي، من أقصى جنوب العالم، كي تكتب فصل جديد من الحكاية المغربية. شباب ما تجاوزوش 20 ولكن عندهم قلب رجال كبار. ما خافوش من البرازيل، ما ارتبكوش قدام فرنسا، لأنهم عرفوا باللي القميص الأحمر ما كيتلبسش إلا بالرجولة، وأن النشيد الوطني ما كيتغناش إلا بدموع الفخر. اليوم قدام الأرجنتين، قدام التاريخ، الأشبال غادي يدخلوا باش يصنعوا المجد. من حلم صغير في الدار البيضاء لطموح كبير في العالم كامل. اليوم هي معركة الشرف، معركة الروح، معركة الوطن. كل مغربي في هذه اللحظة كيشوف فيهم الأمل، وكل مغربية كتقول هادو ولادنا، هالمغاربة. يمكن التاريخ يتبدل الليلة، ويمكن العالم يعرف أن المغرب ما بقاش مجرد مشارك، بالقوة جديدة في العالم ديال الكورة. ارفع راسك يا مغربي، راه ولادك اليوم في نهائي كأس العالم. ومن الشيلي غادي تسمع صوت المغرب. نحن هنا وغادي نكتب المجد بأقدامنا. إذا أعجبكم الفيديو المرجو الاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنواصل الرحلة معكم. تحياتي وإلى اللقاء في فيديو جديد.